وركزوا بقى في اللي بيعمله ابونا في الوقت ده. يجي ابونا يبخر ايديه، مش بس يبخر ايديه، يعمل حاجه تانية. عارفين هو بيعمل ايه هنا؟ بيستبدل ايديه بايدين المسيح. المسيح بيستلف ايدين الكاهن وبيستلف صوته، واللي قال لنا الكلام ده القديس يوحنا ذهبي الفم، قال يعير الكاهن يديه الى السيد المسيح ليقدس بهما القرابين ويناول بهما شعبه. يبقى حضرتك لما بتتناول من ايد مين؟ من ايد المسيح. كل مره بتشوف المنظر ده لما ابونا يبخر ايديه كده، هو بيتنقى داخليا. حاجه تانية، بيعير يديه لمين؟ للسيد المسيح، بحيث ان المسيح هو اللي بيتمم كل الاسرار بنفسه. عشان الكهنوت بتاعنا احنا مش كهنوت منفصل عن كهنوت المسيح، ولكنه ايه؟ ده كهنوت المسيح نفسه، فهو اللي بيسلف ايديه للمسيح عشان يقدس. عشان كده لما يجي بعديها على طول يقول اخذ خبزا على انه ايدين اللي بتشيل خبز؟ ايد المسيح. فهمتوها دي؟ تلاقي ابونا بقى بياخد الايد دي وياخد الجسد ويحطه على ايده ويرشم. ايه ده؟ هو احنا بنقول اخذ على يديه، يقول لك ما خلاص، ما هو في وضع لنا هذا السر العظيم، هو سلف ايدين المسيح، خلاص بقت دي ايدين المسيح.